بقولك إيه، تخيلي كده ممكن يبقى عندك مشروع كامل من موبايلك بس، وتعملي منتج يتيم واحد كده يتباع 1000 مرة ويمكن أكتر. إيه ده؟ إزاي يعني؟ من الموبايل ومنتج واحد يتباع كل ده؟ ده إيه ده بالضبط؟ مش فاهمة. هو ده بقى الحوار. اسمها يا ستي منتجات رقمية، وركزي معايا في أبسط نوع، اللي هو الكتب الإلكترونية الصغيرة دي. كُتب إلكترونية؟ زي اللي بنشوفها على أمازون وكده؟ بالظبط، بس مش لازم رواية يعني. ممكن كتيب ألغاز للأطفال مثلا، أو بلانر للمشاعر تساعد الناس تنظم نفسها، أو ملف فيه نصايح عن تطوير الذات، فهو حاجات بسيطة ومفيدة. فهمت قصدك، حاجات مركزة ومحددة يعني. أيوه. والحلاوة بقى إنك بتصممي الحاجة دي مرة واحدة بس، وبعدين تتباع وتتباع وتتباع. لا محتاجة بقى تعملي نسخ ولا تجيبي بضاعة ولا أي حاجة من دي. فكرة حلوة بصراحة. بس الموضوع شكله صعب، يعني أكيد محتاج خبرة في الكتابة بقى وتصميم وحاجات كده، أنا ما ليش في الحاجات دي أوي. لا، ما هو ده الكلام بقى. زمان ممكن، دلوقتي لا. في أدوات ذكية، يعني تحديدا الذكاء الاصطناعي بقى زي المساعد الشخصي بتاعك بالظبط. ذكاء اصطناعي هيساعد إزاي ده في كتاب والّا كُتيب؟ بصي، هو ممكن يساعد في كل خطوة تقريبا. أول حاجة يساعدك تلاقي فكرة المنتج أصلا، يعني شوف إيه المواضيع اللي الناس بتدور عليها كتير اليومين دول. إزاي يعني هو بيعرف لوحده؟ يعني في طرق، ممكن يشوف إيه اللي ماشي ترند على جوجل، أو إيه أكتر كتب بتتباع على أمازون كاندل مثلا، في مجالات زي تطوير الذات، الطبخ، قصص الأطفال، البيزنس وكده. يعني بدل ما أخمّن هو يدّيني أفكار ماشية فعلًا، دي حلوة. بالظبط.